بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض تزيين تورته بسيطة كده وسهلة للمبتدئين، وبطريقة شيك جدا وجميلة تنفع لأي مناسبة عندك ان شاء الله. ما تنسوش بقى اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس اللي لسه ما اشتركش عشان يوصلكوا اي فيديو جديد ان شاء الله. وندخل بقى ان شاء الله على تزيين الفيديو على طول. وما تنسوش بقى تكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في تورته النهارده وفي تزيين النهارده. يا رب يكون عجبكم. ندخل بقى على التزيين على طول. انا كنت مجهزه الكيك من قبل. انا عملت الكيك معاكم كتير قبل كده، قلت هزين النهارده على طول. معي قاعده مقاس 30، والكيك مقاس 24. هحط كده طبقه كيك، بس لازم احط قطعه كريمه الاول على القاعده عشان تمسك كده الكيك معايا، وبعدين نحط الاول طبقه ونسقيها بسيرب خفيف، ونضرب كوبايه ونص كريم شانتيه عليها كوبايه ونص او كوبايتين ميه فيها تلج على حسب نوع الكريمه بتاعتك، ونضربهم بالشكل ده كده لما القوام يعلى. وبعدين نحشي بقى اول طبقة. انا حشيت الحشو مع الكريمة. عملت صوص مانجا. المرة دي عملت صوص مانجا. ممكن تحط صوص فراولة، ممكن تحط صوص شوكولاتة، ممكن ما تحطش خلاص الا الكريمة زي ما تحبي. وما تنسيش ما تنسيش تحطي مع الكريمة وهي بتتضرب معلقتين كريمة بستري والسكر عشان بيخلي الطعم حلو. الكريمة بستري بتعزز طعم الكريمة. حطينا تاني طبقة من الكيك بالشكل ده كده، وحطينا برضو طبقة كيك، طبقة كريمة. ولازم نضغط كده على الكيك ضغط خفيفة عشان تتماسك كل حاجة مع بعضها. وحطيت اخر طبقة وسقيتها بالسيرب الخفيف بالشكل ده كده. وهجلس بقى التورته بالشكل ده. بس اهم حاجه لازم تحطي، يعني ده بيسهل مش لازم ولا حاجه، بس هو بيسهل عليكي بس التزيين. حط الكريمه في كيس حلواني بيسهل عليك التزيين. شايفين بنعمل بسرعه بسرعه، وما بيحتاجش بقى ما نقعد نحط ونشد في الكريمه ومش عارفه ايه. فهو الكيس الحلواني بيسهل عليك خالص في التجليس. شايفين بقى اسهل طريقه بجلسها زي ما انتم شايفين كده. انا مرضتش اقص في التجليس حاجة عشان ابين لكم ان التجليس سهل مش صعب. بس هو بس يعني ايه، حطه في كيس حلواني بيسهل عليكم الدنيا ان شاء الله. وممكن تجلسي من غير كيس حلواني برضو زي ما تحبي. جلستها بقى بالشكل ده كده، وبالسكرابر بالسكين اللي هو الترانش اللي انا بعمل بيه. هشنشر الجناب بالشكل ده كده. ممكن تعمليه اللي هي السكرابر اللي هو المشنشر، بس انا بحب التموجة دي اللي هي بتاعة الرنش اللي في ايدي دي، بحبها يعني كتغيير كده. بحس الشنشرة بتاعتها هادية شوية شكلها حلو. ولو حابة تعملي باللي هو السكرابر المشنشر اعمليه عادي مفيش مشكلة خالص. ونسوي بقى السطح بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. شايفين ما شاء الله جميلة ازاي وسهلة وبسيطة. هنا بقى انا عملت الروزيتات كده. هنا انا عملت الروزيتات بس للاسف المقطع ده اتحذف. يعني فتحت الكاميرا اساسا ان انا بصور وطلعت ما بتصورش. بس انا عملتها بس ايه يعني تموجة كده بالوردة العادية زي ما بنعمل خالص. وقسمت الكيك بالنص. ولفيت داير التورته كله بالكريمة بالشكل ده كده. هحط بقى على ناحية منهم صوص مانجا. ده صوص مانجا لان انا حشيت من نص مانجا عشان تبقى طعم المانجا كده وطعمها حلو. وهحط على النص تاني فاكهة، اي فاكهة بقى موجودة عندك ممكن تحطيها. انا قطعت فراولة. وكان عندي مانجا متفرزة برضو قطعتها كده وحطيتها، هي كانت متقطعة انا كنت مقطعاها يعني. وحطيت فراولة يعني فراولة ومانجا ده اللي كان موجود عندي وقتها. وممكن بقى تزيني بأي فاكهة موجودة عندك، ما توقفيش نفسك على حاجة. والشكل ان شاء الله هيطلع معاكي جميل في الاخر، ما تقلقيش خالص. تمام كده. اللي وصل لحد هنا بقى ياريت متنسونيش في اللايك يا حلوين، اشتركوا في القناة اللي لسه ما اشتركش. انا احط كده طبقة من المانجا. بس لازم كده بعد ما نخلص نلمع بجيلة المية عشان الفاكهة تفضل شكلها حلو كده وما تتبلش وتبقى تغير اللون يعني مع الوقت. هعمل بقى كده فراولاية على شكل مروحة بالشكل ده كده. قطعتها من غير مفصل بس الكاميرا ما جاتش قوي يعني. وضغطت عليها عشان تطلع معايا شكل المروحة بالشكل ده كده. وهحطها بقى بس بالمقلوب كده عشان اللون الاخضر يكسر اللون شوية لان مفيش احمر واصفر. فقلت اللون الاخضر يكسر اللون شوية. هي مغسولة كويس وحطيتها بالشكل ده. هلف بقى شريحة مانجا كده على بعضها تديني شكل الوردة بالشكل ده كده. شايفين انا بس بلفها على بعضها زي ما انتم شايفين. هتديني شكل وردة كده بالشكل ده كده. وكده خلصتها بقى. هزين بقى هلمع الفاكهة.
انا لمعت الفراولة بجيلو فراولة. وهلمع المانجا بجيلو مانجا. بس لو مش عندك الحاجات ديت ممكن تلميها بجيلي تلميع عادي خالص، اللي هو جيلي التلميع على البارد او على السخن اللي موجود عندك. وكان عندي بقى الشكل الورق الترانسفير ده، اللي هو الورق الترانسفير اللي هو الملوي ده. حطيت كده اتنين جنب بعض، وحطيت كده برضو شكل شباك عاملاه برضو في ورق الترانسفير، وطلعت معايا جميلة جدا ازاي. واحط بقى شوية كريسب صغير ابيض كده، شوية كريسب صغير اسمر يكسر اللون الاصفر ده شوية. وقولوا لي بقى رأيكم في الجميلة بتاع النهاردة دي، ورقيقة وبسيطة وتزيينها بسيط جدا. ما تنسوش بقى اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد انزله ان شاء الله. وتقولوا لي رأيكم في تورتة النهاردة، وسهلة وبسيطة ان شاء الله تعجبكم. وتنفع معاكم في اي مناسبة ان شاء الله. سلام عليكم.